اول 2023 انا عملت فيديو قلت فيه ان امام عاشور لاعب بامكانيات جباره ومن ريحه الجيل الذهبي وعنده امكانيات وكواليتي يقدر ينافس لعيبه كتير قوي في اوروبا، بس حطه في البيئه اللي تناسبه. الشعب المصري بقى النهارده بيقول لك ان امام عاشور حاجه خارقه، صح؟ اقسم بالله انا عايز اقول لكم بقى دلوقتي ان والله العظيم اللي شفتوه من امام عاشور دوت اقسم بالله ربع مستواه. اللي تابع مع امام عاشور المرحله بتاعته من اول ما باتشيكو حط نص ملعب لحد ما راح للسيزون الثاني الكولر مع الاهلي، هو الوحيد اللي عارف يعني ايه امكانيات وكواليتي زي امام عاشور. والله العظيم احنا ولا مفتقدين محمد صلاح بقى والمستويات بتاعته مع الليفر ايام زمان ولا اي حاجه من دي، احنا مفتقدين امام عاشور في التوب فورم فقط. احنا والله العظيم احنا كنا نخش نلعب اقوى منتخب في افريقيا لو امام عاشور فيت. اخش اقول لك حط امام عاشور وخش لاعب اي حد، والله العظيم فعلا ده ربع مستواه. والله انا ما بافور، بس امام عاشور بيعرف يعمل كل ادوار نص الملعب. اقسم بالله ممكن يقوم بنص الملعب ده لوحده، يعرف يلعب ديفندر ويغطي على اي حد. واللي تابعه مع الزمالك اول اخر موسم ليه مع الزمالك لما كان مع فريرة عارف انا بتكلم في ايه. اقسم بالله يعرف يعمل اي حاجه، حطه بلاي ميكر يقوم بيها كويس قوي. واللي تابع من السيزون الثاني مع كولر هيعرف امام عاشور بيعمل اي حاجه في الكوره، بيكلم الكوره. ده امكانيات الحقيقه لامام عاشور، مش دي، ده عنده اعلى من ده بكتير قوي. اول ما تتكلم على امام عاشور تعالى لي انا واسالني. انا بقول لك من 2023 اول ما بدا يطلع مع الزمالك الموسم الثاني له اعتقد لما بدا يلعب يعني كتير، الناس كانت بتقول لك ده لقطه ومش لقطه. العبد لله قال لك ده من ريحه الجيل الذهبي، ده امكانيات جباره يا جدعان والله. النقطه الثانيه انا ما اعرفش محمد الشناوي مكتوب علينا في المنتخب، هل ده يرضي ربنا يا جدعان؟ كل كره ثابته، كل كره عاليه بيطلع ياخد خطوه ويرجع، ياخد خطوه ويطلع. ما انت بتاخد خطوه، ما انت بتوتر الدفاع كله، انت بتوتر الدنيا. انت بتقعد تاخد خطوه انا هطلع يبقى اطلع على الكوره، انما لا انا باخد خطوه وبرجع. بتدنيك واقف تحت العارضه، حتى الكره لما بتيجي لك ما بتعرفش تمسكها. فبجد كارثه. حتى الجون الاول اللي الناس هتشاله الفتوح، والله العظيم نص الجون محمد الشناوي، نص الجون يشيلوا محمد الشناوي. انا ما اعرفش محمد الشناوي ليه لحد الان حارس منتخب مصر، ما اعرفش ليه لحد الان. كارثه. انا قلت لكم في ماتش جنوب افريقيا لو عمل ماتش حلو هطلع اقول لك حلو، انما انا عمري ما هثق فيه. عمري هو عايش على ده بقاله 5 مواسم بيعمل ماتش و600 ماتش وحش. فبجد ما اعرفش ليه مكرر علينا كل ماتش محمد الشناوي. النقطه الثانيه لمحمد هاني، انت محمد هاني كل كره بتجيلك بتاخد الكره وبتفتح الملعب، بتزق الزقه الثانيه بتفتح الملعب. ليه يا ابني ما تزقها لضم الملعب؟ اول ما تضم في جوه الملعب انت كده حطيت اللي بيجري وراك في ظهرك، يعني اي التحام بلن، ولو مش بلن هتكون في موضع حلو انك تسدد على الجون. انما انت الزقه اللي بتزقها لبره الملعب انت بتقفل الزاويه عليك، ان كنت هتشوط او هتعمل اسيست. فانا ما اعرفش الكورتين النهارده بتزقهم لبره الملعب خالص، ما تضم لجوه الملعب. انا الماتش بالنسبه لي بيتلخص في تريكايه قرر حسام حسن انه يباغت بقى كوت ديفوار في الشوط الاول. ايه هي التريكايه؟ ان هو عارف ان كوت ديفوار بتحضر الكره بتطلع بيها، فهو قرر ان الباكين بتوعنا هيضغطوا على الباكين بتوعهم لو الكره جات لهم، والسردباكين رامي او ياسر هيطلعوا مع الوينجين، وحسام عبد المجيد هو اللي هيفضل مع المهاجم عشان الكره العاليه هو اللي يلعبها. فانت بالتالي عصرتهم ان هم ما خلتهمش يبداوا التحضير بتاعهم من نص ملعبها، وفي نفس الوقت برضو عشان هم ما يعملوش زياده العدديه بتاعتهم بالباك والوينج عليك. طب لو هم بقى قرروا ان هم يطلعوا بالكره وحوطوك في نص ملعبها، بتشوف الشكل ده. الثلاث سردباكات بتوعك احمد فتوح مع الوينج ومحمد هاني مع الوينج، ولو الباكين بتوعهم هيزيدوا فانت كنت بتشوف ان امام عاشور بيرجع هنا مع محمد هاني عشان لو الوينج بتاعهم هيزيد، وحمدي فتحي كان بيرجع مع الثمانيه دي، ومروان عطيه وعمر مرموش كان بيرجع على الدايره معاهم. طب لو حمدي فتحي جه الناحيه دي فانت كنت بتشوف هنا امام عاشور، فانت كنت بتشوف ان الثلاثه على خط واحد، مروان عطيه وامام عاشور وعمر مرموش، واحنا بنهاجم بنطلع بالمرتدات. انا بقى بالنسبه لي كانت هي حلوه، بس ما كانش امام عاشور ما كانش عارف يتقنها. كان المفروض واحنا بنطلع بالمرتدات كان امام عاشور هو اللي يكون الفيرود بتاعنا، لان امام عاشور بيلعب هنا في نص الملعب عشان يدافع ويهاجم. فاحنا بنطلع المرتدات كنت بتشوف دايما ان عمر مرموش بيخش وسط 5 لوحده، اتكررت اعتقد اكتر من 4 مرات ان عمر مرموش بيخش دايما وسط 5 من لعيبه كوت ديفوار. على ما امام عاشور بيجي بتكون بيتاخر جدا برده، وده برده عشان حالته زي ما انا قلت لكم ان ده والله ربع مستوى امام عاشور، وكان محمد صلاح الناحيه الثانيه. فامام عاشور كان لازم يدرك ويفهم ان هو الفيرود، يعني وقت ما الكره بتتقطع انت بتتحول على طول في ال 18 هنا، ولو عمر مرموش هو اللي يخش في ال 18 فانت بتحاول الوينج. انما دايما كنت بتلاقي امام عاشور بيتحرك ببطء شديد ومحمد صلاح ماسك الوينج لوحده وعمر مرموش هو اللي هنا. وبمناسبه محمد صلاح انا عايز اتكلم واقول حاجه على محمد صلاح. بص انا مش طالب منك ان انت تنزل وتموت نفسك في كل كره يا عم، بس التحم في الكوره، التحم. ما ينفعش كل كره احنا بنطلع بيها عليك انت بتخسر الكوره. كل كره بنحاول نطلع عليك ونسند عليك، الكره انت بتخسرها، انت ما بتلتحمش خالص وما بتضغطش. بدات في الشوط الثاني في الاخر تضغط لما لقيتنا احنا اللي مضغوطين فانت رجعت تضغط، انما من اول ماتش انت بتتمشى، انت واقف كده. احنا ما كناش بنحضر اصلا، احنا كنا بنقطع الكره وعلى المرتدات.
بس لما بنطلع بقى احنا بالكره عليك، انت ما بتضغطش الكره، بتخسرها عشان انت ما بتعرفش تلتحم ولا تحافظ على كورتك. انت يا معلم بتلعب في دوري كله بغلو وبدني وخلاص، المفروض في الكره اللي زي دي انت اللي تاخدها. احنا كنا في اشد الحاجه لمصطفى محمد. ليه مصطفى مش تريزيجيه؟ عشان تريزيجيه ما فيش منه فايده، والله ما في منه فايده. فانت انا بالنسبه لي الافضل كنت تلعب مصطفى محمد وتخلي مرموش هو اللي يخش في النص بدل امام عاشور. انا شايف ان امام عاشور هو اللي يطلع ماشي عشان برضو الحاله البدنيه وكده، فماشي، فانت خلي مرموش هو اللي يخش بداله ومصطفى محمد يلعب قدام، على الاقل اعرف اطلع على مصطفى محمد بالطوليه او الكور العاليه. فبس انما كده كده الماتش كله بالنسبه لي حسام حسن هو عرف يدير الماتش، عرف ياخد العزم من الماتش، والحمد لله كسبنا، وماتش حلو قوي من حسام حسن، وماتش ومن الرجاله كلها. الفكره مش ان انا اهاجم كوت ديفوار وافتح مساحاتي واقوم خسران. في حاجه في كره القدم اسمها جيم دفاعي، العب جيم دفاعي حلو. انا لولا الغلطتين بتوع الشناوي كنت خرجت الماتش ده 3-0 عادي. الغلطه الاولى للشناوي فتوح، والغلطه الثانيه للشناوي بس يعني ما فيش اي كور هجوميه هنا اللي هو في خطوره. كل كورهم كانت بتاع 18 وبيلاقوا في 6 واقفين مش عارفين بيروحوا بيمرروا الكره من هنا لهنا، اخر ما بيزهقوا بيشوطوا او بيعرضوا، بس ما كانش في اختراقات من العمق، ولو حتى لو كان في من الوينجين كان السردباكين بيطلعوا يقابلوه. فانا بالنسبه لي جيم دفاعي في كره القدم، ومقابل ان انا اكسب والعب جيم دفاعي حلو، مش الفكره ان انا عمال ادافع وعمال بيروح عليا بهجمات، لا، اعرف العب جيم دفاعي امنع الخطوره من على المرمى بتاعي وفي نفس الوقت اكسب. فانا بالنسبه لي ان الماتش حلو، ماتش حلو. اللي بيقول لك احنا ما لعبناش وما هاجمناش ده ما فيش اي منطق، اهاجم واخسر. فانا بالنسبه لي الجيم ده جيم كويس قوي، والجيم ده بالظبط هو المفروض يتكرر قدام السنغال، ان الفرديات عناصرهم اعلى من كوت ديفوار، فربنا يسترها، بس باذن الله هنكسب. وانا حاسس ان البطوله بتاعتنا فربنا يسترها بقى.